مسلم البراك، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يرجع إلى مكانه الذي ينبغي أن يكون فيه، وهو موضع الرقابة، موقع الاستشارة، وموقع الاستفادة من نزاهته ومن غيرته ومن خبرته السياسية في تقدم البلاد. لا شك أن البلاد تمر بأزمة على مستويات عدة، مستوى الحريات، مستوى الحقوق، ومحاربة الفساد لا سيما المتعلق بالثروة الوطنية، وعلى مستوى التنمية. وإن كان للأخ مسلم البراك ما يميزه فإنه تحول من شخصية سياسية إلى عنوان لظاهرة الاحتجاج في الشعب على هذا التردي والتدهور في الحالة الكويتية، والتي إن شاء الله نعتقد أنها استثنائية، وأنها بإذن الله تعالى نقولها متفائلين ستمر بسلام، ستعود الكويت إلى ما كانت عليه من عهدها في حفظ الحريات ومحاربة الفساد. ولا شك أن مشاريع الإصلاح تحتاج إلى صبر وتحتاج إلى تضحيات، ويمر زمن حتى تؤتي ثمارها، وهذا بإذن الله تعالى ما نتوقعه. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلل هذه الجهود التي قام بها الأخ مسلم وغيره بالنجاح، وأن تثمر بإذن الله تعالى الإصلاحات المنشودة، وأن نتخلص من كل السلبيات التي مرت على البلاد في المرحلة السابقة. وهذا بإذن الله تعالى هو ما نتوقعه. ومكان الأخ مسلم البراك وأمثاله من الناصحين والغيورين وأهل الرأي وأهل المشورة هو أن يكونوا في موضع المشورة. هذا السجون ليست مكانهم، يعني السجون للمجرمين وللجناه، وإنما مكان أمثال الأخ مسلم البراك أن يكونوا في موضع الاستشارة والاستنارة برأيهم، وأن يتقدموا مشاريع الإصلاح، وأن يستفاد من خبرتهم ونزاهتهم ومن صدقهم ومن غيرتهم. حتى في الجاهلية، كما حكت لنا السيرة، لما خرج أبو بكر الصديق مهاجرا بعد أن تعرض للمضايقات، لقيه أحد الناس فقال له: مثلك لا يخرج ولا يخرج، إنك تقري الضيف، وإنك تحمل الكل، وأنك تنيب على نوائب الحق. فالذين يدافعون عن الحقوق، والذين يلجأوا إليهم الضعفاء، والذين يغيثون المستغيثين، والذين يدافعون بنزاهة عن العدالة، ليس السجن مكانهم، وإنما مكانهم أن يكونوا في المقام الذي يستحقونه، سواء كان الأخ مسلم البراك أو غيره من الأخوة الذين حملوا شعلة الإصلاح، مواجهة الفساد. لأن الفساد يوجد في كل بلد، ولكن عندما نشجع مشاريع الإصلاح فإننا نحجمه ونضيقه ونجعله في أقل حجم ممكن، وبالتالي نتخلص من سلبياته ومن آثاره وتبعاته السيئة على المجتمعات. الإصلاح فيه كل الخير والبركة، فيه الأمن، وفيه الرزق المبارك بإذن الله تعالى، وفيه ائتلاف القلوب، وعكسه الفساد لا يأتي إلا بالشر، ولا يأتي إلا بالخوف، ولا يأتي إلا بمحق بركة الرزق، ولا يأتي إلا باختلاف النفوس وصراعها. على كل حال نسأل الله سبحانه وتعالى أن يختم هذه المرحلة بخير، وأن يعقبنا والبلد وأهلها بما يحب ويرضى، وأن يفرج عن الأخ مسلم البراك وعن غيره ممن